محتاره مش عارفه ابدا بالفساتين ولا بالجيبات، وفي كام بلوزه من المره اللي فاتت نسيت اوريهم لكم، فمحتاره مش عارفه ابدا بدول ولا بدول ولا بالبلوزات اللي باقيه ولا بايه. ده خامته تحفه وشكله تحفه في اللبس، وفي حركه كده من عند الكتف بحوار قوي. ده بقى قطعه اساسيه ما ينفعش تستغني عنها في دولابك لو انت جامعه شغل اي حاجه. بصي ده قطعه اساسيه بيتلبس بمليون طريقه. وحشتوني جدا 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 جدا، والله العظيم وحشتوني جدا، يعني مش متخيله غايبه عنكم بقالي ايام كتير. وطبعا انا بستهبل وما نزلتش الجزء الثاني بتاع لبس الجامعه، وادي الجزء الثاني بتاع لبس الجامعه. النهارده فساتين جيبات، وفي بلوزه او اتنين كده ما وريتهملكوش المره اللي فاتت، ف انا متحمسه للفيديو. طبعا عارفين متحمسه ليه، دفعه اديله بقى كله يهون فداكو. المهم تنزلي بقى في الكومنتات تقولي لي الف سلامه عليكي، وتدعي لي ان ربنا يشفيني، وتقولي لي عايزين لفات الطرح بتاعه الجامعه عشان الفيديو الجاي انا متحمسه له اكتر من الفيديو ده. ويلا بينا بقى نشوف الفساتين. انا جيت ادي اول فستان معانا. انا عايزه اوريكم التفاصيل بتاعت الفستان وبتاعت الكم، لان هو في تفاصيل كتير حلوه قوي. بصوا شايفين كده الكم عامل ازاي؟ استنوا، انا كنت لابساه في فيديو قبل كده، اللي عايز يعني يشوفني وانا لابساه هحاول ان انا اوريكم كده وانا لابسه. استنى، شايفين التفاصيل؟ انا عجبني ده اكتر من اللي طلعوا قبل كده، عشان ده بيلم الوسط كله كده، بيبقى شكله حلو قوي. المهم الخامه بتاعته انا مش فاكره اسمها، انا قلتها لكم في الفيديو اللي فات وقعدت اكد عليكم تجيبوا الخامه دي، بس الذاكره سمكه بقى. انتوا عارفين الفستان ده بيفكرني بايه؟ بسبايدر مان، وبيفكرني بالشاذلي لما كان بيقول سبايدر 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 سبايدر. والله العظيم بضحك، انا بضحك على الهبل اللي انا بقعد اتخيله في مخي والحاجات اللي بتخيلها في مخي. فده اول فستان. طبعا انا عايزه اوريه لكم من تحت. بصوا بقى من تحت كده، بصوا ادوار، عارفين انتوا اللي هو نازل على واسع على واسع، متعرفوش بقى هروح بفين. يعني انا مش عارفه ده كله ديل اللي هو ايه ده، واطير واقرب. خلاص يا جماعه مش ههزر تاني عشان انا عارفه ان دمي تقيل. وتعالوا نشوف الفستان التاني. الفستان الثاني انا مش عارفه الشياكه عايزه مني ايه. يبان لكم ان الفستان قد كده وازاي بيخش فيكي، ولكن شايفين استك من قدام واستك من ورا. يعني الفستان حرفيا بيلبس اتخن مني. بصوا يعني ده اصلا كان مقاس 4 تقريبا، يعني اكبر مقاس، فهو بيلبس. وانتوا اكيد نزلتوا بقى وشفتوا محلات اللبس وكده فعارفين الفساتين دي. حد بس يكلمني عن الشياكه وعن البتاع دول تحفه. والجيبه بتاعته بقى نازله مختلفه عن التاني، نازله عادي ومش واسعه قوي، فهو حلو ولونه حلو. والخامه بتاعته نفس خامه الفستان اللي فات، اللي انا مش فاكره هي اسمها ايه وقلتها في الفيديو اللي فات. هسيبه لكم في اول كومنت مثبت وفي الوصف، لازم تشوفوه لانه كان في حاجات مهمه جدا. او تحفه تحفه. تعالوا بقى نشوف الفستان التالت. ده بقى حته سكره. بصوا بقى كلموني عن الاختلاف بينه وبين اللي فاتوا. اولا مفيش فستان من اللي انا وريته لكم شبه بعض. ده كده مفتوح كده من هنا وزي تلت كم كده، بلبس تحتيه شميز اسود وفي فتحه من هنا، بس انا خيطته كده عشان ايه، من هنا خيطه صغنونه عشان ما تبانش. بصوا بقى، بصوا لي على الديل، انا عايزاكم تبصوا معايا على الديل دلوقتي. نازل ما فيهوش اي خياطات، جه في الاخر كده في حته كورنيشه. فانا بعشق الحاجات اللي بتبقى مختلفه دي، هي مش مختلفه قوي يعني، ولكن هو مختلف عن الاتنين التانيين وتحفه في اللبس. هسيب لكم فيديو ليا كده باين فيها النص الفوقاني وانا لابساه، خطير في اللبس، خطير خطير خطير. تعالوا نشوف اللي بعده. ده بقى الفستان الاسود اللي هو المفروض واساسي يبقى عندك، اللي انا قلت لك بيبقى طالع منه الوان. هو اسود ساده ما فيهوش اي حاجه خالص. ليه بقى؟ لان انا الفيديو اللي فاتت كنت لابساه على الكارديجان ده اللي هو ده اهو، كان قط كده فمشي معايا وكان شكله حلو. وفي اخر الفيديو اللي فات استهلكوا على اللي انا لابساه ده، مع ان ده دلوقتي لابساه على بنطلون وتيشيرت قطن، برده كان شكله حلو. وبرده الفستان ده اللي هو بيتلف كده على الوسط والشيفون، وده ينفع على فكره تروحي بالجامعه عادي وخفيف جدا، برده كان شكله حلو. بصوا اهو ده في شكل الفستان. طبعا لما بيتلبس بيبقى حاجه تانية عشان الهدوم بتبقى مش باينه قوي في اللبس. دي البطانه بتاعت الفستان،
شكله بيبقى تحفه في اللبس. فاساسي ان يكون عندك الفستان الاسود ده، ممكن جنبه تجيبي واحد ابيض واحد بيج، وعلى فكره ممكن تلبسيه كجيبه، يعني لو لبستيه تحت الكارديجان ده هتحطي حزام في الوسط وكده انت زي الفل. نيجي بقى للجيبات، في 4 انواع من الجيبات. اول حاجه عايزين نتكلم عن الجيبه اللي هي البليسيه، اللي بيبقى فيه منها الوان كتير كتير وبتبقى واسعه كده، بيبقى فيه منها ابيض واسود. دي هتبقى مهمه جدا معاكي في الجامعه، بس مش اللون الابيض، اللون الاسود. ليه؟ لان انت بتستخدميه كتير جدا على كل البلوزات القصيره، هتبقى مريحه وهتهلكيها. وحتى لما البليسيه ده اللي هو يروح بقى من كتر الغسيل، اكويها كده والبسيها كانها واسعه كلوش اي حاجه، يعني هتقضي معاكي جدا. نيجي لتاني نوع، وده مش هيتلبس في الجامعه خالص خالص، ناخد بالنا، اللي هو الشيفون ده. الشيفون ده ما بيتلبسش في الجامعه، ابسولوتلي نوت. لا يا ماما، بيتلبسش في الجامعه. ده عايز افراح. الجيبه بتبقى واسعه كده، اوريكم صورتي بيها. ده عايز افراح، ما بيتلبسش في الجامعه. نيجي بقى لتالت نوع، الجيبات السكوبا. ودي طلعت من فتره كده، بس هي لحد دلوقتي لسه الناس بتجيبها عادي، وهي شكلها حلو جدا. ادي شكلها، بتبقى من فوق من عند الوسط باستك كده، وهي بتبقى واسعه، يعني مهما كنتي قلبوزه فهتبقى واسعه عليكي برضو. بصوا اهي، عايزه اوريها لكم. وعايزه اقول لكم ان بيبقى في منها الوان كتير، بيبقى في منها التايجر، اللون ده، اللون اللي هو بيبقى شبه البقره شويه كده، مش عارفه، بيبقى في الوان كتير جدا. بيبقى في منها الساده برضو، فانتي تقدري تجيبي منها مليون لون. وفي جيبه تانية عايزه اوريها لكم دلوقتي، استنوا هوريها لكم، هدور بس عليها واوريها لكم عشان الدنيا زحمه وهاجي لكم تاني. ايه وهي، بصوا بقى، تعالوا نبدا بدي. اول حاجه دي كانت مش جيبه بجد، دي كانت فستان عندي، فانا زهقت منه فرحت قصيت الجزء اللي تحت وعملته جيبه، نفس الستايل بتاعت الجيبه اللي هي اسمها ايه، لسه قايل لكم اسمها السكوبا، ودي نفس الشكل. فانا قصيتها اهو وعملتها جيبه. والله بلبسها يا جماعه وهريتها لبس حرفيا. وده بقى يدينا ان احنا الحاجه لو زهقنا منها نعمل لها اي مليون طريقه، بس ما نرميهاش لو هي حاجه بتريحنا يعني. الجيبه دي بقى شتوي شويه، بمناسبه بقى ان الشتا بدات تخش وكده، فالخامه دي بتبقى حلوه على الجواكت، على الشميزات المفتوحه. اللبس الواسع بيبقى حلو احلى من اللبس الضيق على فكره، للبنات عموما يعني. فبصوا بقى شكلها تحفه جدا. ايه بس كده، ادي الفيديو بتاع النهارده. قدامكم اقتراحين، يا نعمل الفيديو الجاي عن لفات طرح للجامعه، يا نعمل عن مكملات الحجاب، زي التلبيسه اللي بنلبسها مثلا تحت الجيبه الشيفون عشان ما تبقاش شفافه، او الفساتين، او التلبيسه اللي بنلبسها تحت الفساتين عشان ما تلزقش، او اللي هي الطرح اللي هي التلبيسه اللي بنلبسها لو عايزين نبين حته من رقبتنا بدل ما رقبتنا تبان هي اللي تبان. الحاجات دي كلها، مكملات الحاجات دي كلها، قولوا لي برده انتوا عايزين انهي، وقولوا لي في الكومنتات. والفيديو ده بقى يا ريت يوصل 250 لايك وبس كده. انا اتبسطت ان انا كنت معاكم النهارده، انتوا اتبسطتوا ولا لا؟ قولوا لي برده في الكومنتات. وبس كده، باي.